قصتنا النهاردة بقلم عبد الرحمن عدلي. عارفين ايه هي اكبر مخاوفي؟ ابويا هو اكبر مخاوفي. انا لغاية دلوقتي مش عارف امي وافقت تتجوزه ازاي. مين يقبل يجوز بنته لساحر او دجال؟ اكيد سحر لها، عمل لها عمل سفلي واقنعها توافق عليه. انا اسمي سعيد، ابويا من اكبر سحرة البلد، الناس بتجيله من كل بلاد الارض. اصحابي كانوا بيخافوا مني، بيخافوا يكلموني لابويا يأذيهم. عايش حياتي زي المنبوذين. لما حاولت اكلمه واقول له مش كفايه كده، انا زهقت من نظرات الخوف في عيون الناس. قال لي انا مش دجال، اللي بعمله ده موهبه. شوف قدرت اشفي كام واحد مريض، لو جبت 100 دكتور مش هيقدروا يشخصوا حالته. انا ليا كرامات كتير، اسأل عليا الست اللي قدرت اجيب العمل بتاعها من القبر اللي في اخر الدنيا. تحب اعدلك انا عملت ايه؟ رديت بكل خوف ورهبة، انا خايف تأذيني، انا بقيت بخاف منك. رد عليا وقال لي هيجي اليوم اللي تعرف فيه قيمتي. انا كنت دايما اشوف الكتب اللي بيجيبها، ومن ضمن الكتب دي شمس المعارف الكبرى والنجم الاحمر وغيره. ورغم ان الناس كلها كانت بتبعد عني خوف، الا في واحدة بس كانت موافقة بيا، رانيا هي الملاك الوحيد اللي وافقت بابن الشيطان. او زي ما كنت بسمع الناس وهم بيهمسوا وانا ماشي بالكلام ويخافوا اني اسمع، انا عايش اكبر معاناة ممكن حد يعيشها. مفيش الا رانيا اللي كانت بتهون عليا العذاب ده. البيت طول الوقت حلقات زار، جلسات ارواح، جن بيخرج من جسم حد. بشوف كل ده من وانا طفل صغير، حتى ماليش اخ وامي ماتت وانا صغير. مرة كنت نايم، كانت الساعة 1 بالليل، لما حسيت ان في حرارة في الأوضة فتحت عيني لقيت مخلوق اسود، عيونه حمرا منورة وفي قرون صغيرة طالعة من راسه. انا اترعبت وناديت معاه صوتي بابا. جالي ساعتها وقال لي انا عارف انت شفت ايه، بس ده بيحميك. يحميني من ايه؟ انا هموت من الرعب، انا خايف. قال لي الخطر حوالينا. خوفي بقى بيزيد يوم عن يوم لغاية ما جت اللحظة اللي هتغيرني، اللي هتغير حياتي. كنت خارج في يوم وفي لحظة عدم تركيز حصلت لي حادثة. ما بقتش حاسس بدراعي ولا حاسس بالدنيا، بقيت بفقد الوعي واحدة. حتى الناس ما بقوش عارفين مصيري، هل انا هموت ولا هعيش. صحيت من الغيبوبة اللي تقريبا فضلت كتير فيها، لكن فقت في الأوضة اللي أبويا بيمارس فيها السحر. حاسس بشيء غريب، عيني جت على دراعي وكانت مفاجأة. دراعي راح فين؟ صرخت بأعلى صوتي ورحت قايل لأبويا انت عملت ايه؟ عملت فيا ايه؟ رد عليا وقال لي كان لازم اعمل كده علشان اقدر انقذ دراعك، وعملت لك خدمة هتفتكرني بيها العمر كله. هنشوف حصل له ايه في الجزء الجاي.